يعني تيجي مثلا الام تقول لي انا بنتي شتمتني، انا برد عليها في الجلسه اقول لها مش هتردي عليها خالص. هتقولي ازاي؟ طب انا كده هبقى ضعيفه وممكن ان هي تفكر ان انا ضعيفه الشخصيه وممكن يحصل مشاكل. لا، المرحله الاولى دي تقريبا اللي بتكون من 10 سنين اللي بيبتدي يتغير فيها الجسم. بيبتدي الجسم بيحصل فيه تغيرات، بيحصل فيه تغير في الهرمونات. بتبتدي بقى بتبدا من 10 سنين من بدايتها من 10 للبنت ولا الولد؟ جروب ثيرابي ده بيبقى يعني كام مراهق قاعدين مع بعض؟ بيبقى من 3 ل 6 افراد. حلو جدا. بنتناقش بقى فيه ازاي يفهموا مشاعرهم، ازاي يشتغلوا على نقاط الضعف بتاعتهم، يطلعوا نقاط القوه بتاعتهم. مين هم الاطفال اللي في احتماليه تكون المراهقه بتاعتهم صعبه؟ يعني حضرتك هتشوفيهم كده هتعرفي منهم اذا كانت المراهقه بتاعته هتعدي بسلام ولا هيبقى فيها صعوبه شويه على الاهل. في طبعا اطفال بيكون واضح ان النمط ده هيكون في مراهقته صعب جدا. البنت محتاجه للام وبعد كده تحتاج للاب، اما الولد بيحتاج للاب وبعد كده بيحتاج للام. اهلا بيكم في حلقتنا الجديده من بودكاست. في حلقتنا النهارده هنتكلم عن مرحله المراهقه واللي بتعتبر من اصعب المراحل اللي بنمر بيها، مش بس على المراهق نفسه لكن كمان على اهله. هنحاول نفهم ليه المرحله دي مليانه بالصراعات والتوترات بين الاهل وبين المراهق، واللي دايما بتكون مرهقه وصعبه على الطرفين. ومعنا في الحلقه الدكتوره ساره شعيب، اخصائي نفسي اكلينيكي دراسات عليا في علم النفس الاكلينيكي، علشان تشرح لينا المراهقه بشكل مبسط وتساعد الاهل ان هم يفهموا ولادهم بطريقه بسيطه يقدروا يوصلوا للسلام النفسي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا هدير، مبسوطه بالدعوه الحلوه دي والله. احنا كمان مبسوطين بوجود حضرتك النهارده. بدايه كده عايزين نعرف يعني ايه فتره المراهقه. طيب خلينا نبدا كده من الاول. عايزين نعرف هو يعني ايه مراهقه. المشكله ان الكلمه دارجه جدا واحنا معظم الاوقات مش فاهمين يعني ايه مراهقه. اوقات كتير وانا بيجيلي سيشن كتير في الجلسات النفسيه اللي هو انا بنتي بتضايقني كتير، في مشاكل بيني وبين بنتي او ما بين الاب وبنته، في خلافات ومش قادرين نحدد المشكله فين. خلينا نعرف اول حاجه نتكلم فيها هو يعني ايه مراهقه. خلينا نقول ان المراهقه فتره مش صعبه ومش سهله، هي مرحله بيحصل فيها تغيرات كبيره جدا بشكل مفاجئ وبشكل بسرعه، اللي هو بيبقى يعني المراهق فيها اللي هو انا مش عارف هو انا لسه طفل ولا انا بقيت راجل. خلينا كمان نعرف نقطه مهمه، ان المراهقه هي مرحله انتقاليه بتنقل الطفوله للنضوج على طول. مرحله انتقاليه ما بين النضج وما بين الطفوله وما بين الطفوله وما بين النضج، عشان كده بتكون مرحله متذبذبه بيفضل المراهق فيها اللي هو زي ما قلت لك انا مش عارف ان انا طفل ولا مش عارف ان انا راجل. فجاه بيحصل تغيرات بالنسبه للبنت في شكلها، في اسلوبها، في طريقتها. بتبتدي بقى ان احنا في المرحله دي لازم نعرف ان الام ان سبب اندفاعيه المراهق ان بيكون في جزء كبير من المخ لسه ما اكتملش في النضوج. دي المشكله. فعلشان كده ده بيأثر على الاندفاعيه، بيأثر ان هو ما بيبقاش قادر يتخذ قراراته، ما بيبقاش قادر يتخذ القرار بناء على العقل والمنطق، لان هو لسه في جزء اللي مسؤول عن الوظائف التنفيذيه في المخ لسه ما اكتملش. عشان كده بيحصل اندفاعيه وبتبقى انفعالاته بتبقى ممكن احيانا كتير غير مبرره. فدي بتبقى للأسباب اللي هي بتخلي مرحلة المراهقة صعبة. لذلك أنا بحب أقول إن المراهقة هي رحلة، هي رحلة لازم الرحلة دي نقضيها بالطول وبالعرض كده، وفي الآخر إن شاء الله تبقى رحلة ممتعة. في كمان نقطة مهمة حابة إن أنا أتكلم فيها وأحب إن كل الأمهات تعرفها، إن المراهقة ليها 3 مراحل. ليها أعمار معينة بتبتدي بسن معين وبتنتهي لسن معين. عندنا المراهقة بتنقسم ل3 مراحل. المرحلة الأولى بتكون من 10 ل 13 سنة، والمرحلة الثانية بتكون من 14 ل 16 سنة، والمرحلة الثالثة بتكون من 16 ل 19 سنة. طيب ال3 مراحل دول كل مرحلة لها تأثير نفسي. المرحلة الأولى دي تقريبا اللي بتكون من 10 سنين اللي بيبتدي يتغير فيها الجسم،
بيبتدي الجسم بيحصل فيه تغيرات، بيحصل فيه تغير في الهرمونات. بتبتدي ده بتبدا بقى من 10 سنين من بدايتها من 10 للبنت سنين ولا الولد للاتنين. مم. للاتنين بداية المراهقة الأولى المبكرة مم. بتكون من 10 سنين ل 13 سنة. مم. بيحصل زي ما قلت لك تغيرات للجنسين، مش شرط ولد أو بنت، بيحصل فيه تغيرات هنا وتغيرات هنا بأعراض طبعا مختلفة. بلس كمان تغير في الهرمونات. بيحصل بقى إن البنت أو الولد بيبقوا في الفترة دي اللي هم إيه، إحنا عايزين يبقى لنا خصوصية، إحنا كبرنا. بيبقى عندهم حساسية عالية جدا للنقد، ما بيبقوش متقبلين أي نقد خالص. دي في المرحلة الأولى اللي هو إيه، لا خلاص بقى أنا كبرت، أنا ليا الشخصية بتاعتي، أنا ليا الكاركتر بتاعي. لا وحضرتك أنا بتقولي إن في تغيرات أصلا كيميائية في المخ بالظبط كده، في بيحصل فيه تغيرات اللي هو تغيرات كمان في الهرمونات اللي هو بتبقى مسؤولة عن الاندفاعية بتاعة البنوتة أو الاندفاعية بتاعة الولد. طيب أبعادها النفسية في الفترة دي إن المراهق سواء كانت بنت أو سواء كان ولد بيبقى محتاج نحتويه اكتر، نفهمه اكتر، اللي هو انت ما كبرتيش، هو انت كبرت علينا، لا محتاجين ان احنا نفهمه ونسمعه. لان هي البنت في المرحله دي اللي هو ايه، انا بدات اكبر، انا بدا يظهر عليا حاجات تغيير، تبتدي تهتم بنفسها اكتر. الولد كمان نفس القصه. المرحله الثانيه بقى اللي هي المرحله المتوسطه، المرحله الوسطى دي انا بعتبرها اصعب مرحله، اللي هي من سن كام بقى؟ اللي هي بتكون من 14 سنه ل 16 سنه. مم. لان المراهق فيها غالبا بيرفض السلطه، بيبقى رافض كلام الام. ده مرحله دخول الجامعه تقريبا يعني، او لسه لا في ثالثه ثانوي كده؟ لسه في ثانوي. المرحله دي بتاعت الثانويه العامه دي بتبقى مرحله صعبه جدا، غالبا من 14 ل 16 سنه. المرحله دي لو المراهق قدر يعديها بسهوله شويه، او قدر ان احنا نحتويه بشكل امن، هيطلع انسان سوي، مش هيبقى فيه اضطرابات. هتطلع المشاكل قليله، هنطلع على الاقل باقل الخسائر. في الفتره دي بالذات بيكون المراهق فيها اللي هو ايه، خلاص انا لا 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 ما حدش يتحكم فيا، لا ماما تتكلم معايا ولا بابا يقول لي انت جاي امتى ولا رايح امتى. خلاص هو رافض فكره السلطه الوالديه. عنده برضو حساسيه عاليه للنقد، مش عايز حد ينتقده نهائي، مش عايز حد ان هو خلاص بقى ما يقولوش انت رايح فين ولا جاي منين، خلاص انا كبرت. ليه اتجاهات لوحده. وفي الفتره دي بالذات بيكون تاثير الصحاب بيكون عالي جدا. طبعا بيتاثروا بالصحاب قوي قوي قوي. ده ممكن يسمع كلام صاحبه وما يسمعش كلام باباه. طبعا بيبقى اللي هو ايه، انا اصحابي دول اللي هو الكيان بتاعي. في الفتره دي بقى ما بيبقاش محتاج المراهق اللي هو خلاص انا هخش معاك بقى في نديه واللي انا هقوله هيمشي. لا، بيبقى محتاج ان انا الاب او الام يدعموه نفسيا، يفهموه، يسمعوه. لو احتاج لتدخل نفسي مفيش مشكله، يبقى يضطر ان احنا نلجا لدخول نفسي، مفيش مشكله. المرحله الثالثه بقى وانا بعتبرها خلاص، يعني المراحل الاولى والثانيه دي بدات تهدى شويه. اخر مرحله اللي هو المراهق بيوصل ليها دي، يعني نقول مرحله النضوج النسبي، اللي هو بيبدا يتخذ قرارات، بيبدا يبص لقرارات مصيريه، بيبدا عنده بيبص بقى نظره مستقبليه، هو انا هكون ايه. ودي بتبتدي تكوين الهويه النفسيه في اخر طريق بقى خلاص، اللي هو اخر مرحله هو هيمر بيها. اخر مرحله اللي هو ايه، خلاص انا كده عايزه ابص لنفسي بقى، انا عايزه ابص لمستقبلي، انا عايزه ابص لنفسي، هو انا هبقى ايه، هو انا هكون ايه. دي مرحله اللي هي دخول الجامعه بقى. اللي هو خلاص من 16 ل 19 سنه اللي هو بدا ينضج فيها، مرحله النضوج بدات تكتمل، بدا يتخذ قرار، بدا يتحكم في انفعالاته. فتلاقيه بقى اللي هو المشاعر بتبتدي تهدى، انفعالاته بتبتدي تهدى، تلاقي الامور كلها بتبتدي تتغير بشكل بسيط جدا. يعني بيبدا بقى المخ سبحان الله بيبقى داخل على نضج بقى بالظبط يعني. كده. زي ما قلت لك اللي هو في جزء من المخ ما كانش بيكتمل في الاول، فبيجي في اخر مرحله وبيبتدي ان هو يكتمل فيها نسبيا، والمشاعر بتبتدي برضو تهدى، بيقدر ان هو يتخذ قراراته، بيقدر زي ما قلت لك ان هو بيبص نظره مستقبليه، والامور معاه بتبقى تمام، بتبقى كويسه جدا. اعتقد دي اهم مرحله، وفعلا هي اصعب مرحله على المراهق. زي ما قلت لك هو بالنسبه لي المراهقه هي رحله بحث عن الذات. هو الولد من اول 10 سنين لغايه 19 سنه، في الفتره دي هو بيفضل يدور عن نفسه، هو انا ايه وهبقى ايه.
في اخر مرحله بقى اللي هو ايه، خلاص انا ببتدي ان انا ابص لنظره مستقبليه، وابتدي احدد بقى ايه، انا هحط نقاط معينه امشي فيها. بس مين اللي هيساعد المراهق في كل ده؟ الاهل طبعا. الاهل طبعا. انا شايفه ان الام والاب هم الاساس في كل حاجه. طب قولي لي بقى يا دكتور، مين هم الاطفال اللي في احتماليه تكون المراهقه بتاعتهم صعبه؟ يعني حضرتك هتشوفيهم كده هتعرفي منهم اذا كانت المراهقه بتاعته هتعدي بسلام ولا هيبقى فيها صعوبه شويه على الاهل. في طبعا اطفال بيكون واضح ان النمط ده هيكون في مراهقته صعب جدا، يعني هيكون التعامل معاه صعب شويه، فهيكون محتاج تكنيك معين من الام والاب ان هم يعرفوا يتعاملوا معاه، لان بيبان من وقت الطفوله اذا كان ده هيبقى مراهق متعب ولا مراهق يعني ماشي الحال والدنيا هتعدي. يعني بيبان بقى ايه من عنده مثلا والكلام ده؟ هقول لك انا عندي انماط اطفال. عندك مثلا في طفل اتربى على الدلال قوي، على التدليل الزايد، بيكون طفل مدلل. الطفل المدلل او اللي بيكون عاش في حمايه زايده قوي، وبيكون عاش في بيئه اللي هو كل رغباته محققه، مفيش اي حاجه ينفع يتقال له عليها، لا، اللي هو الطفل المدلل. الطفل المدلل ده برضه في مراهقته بيكون طفل برضه ما بيكبرش، بيكون اعتمادي، ما بيقدرش يعتمد على نفسه خالص. بيكون اعتمادي لدرجه ان هو بيفضل طفل برضه في وقت المراهقه مش قادر يتخذ قرار. لو حصل له ازمه ممكن يجيله اضطراب، لان احتياجه ما اشبعوش، فبدا ان هو يكون عنده ايه، نقص، فالنقص بيؤدي لايه، للاضطراب. علشان كده بقول ان الطفل المدلل بتكون مراهقته صعبه، ما ينفعش يتقال له على حاجه لا. ازود على دي كمان ان هو بتكون الكاركتر بتاعته ضعيفه، ما بيقدرش يتخذ قرار لوحده، لازم عشان يحصل له حاجه لازم اي ماما قولي لي اعمل ايه، او ايوه بابا قولي لي اعمل ايه. ممكن يكون ضعيف الشخصيه مع اصحابه برضو او كده. طبعا ما مش قادر يتخذ قرار، هو بيبقى محتاج حد بيلبي له رغباته زي ما هو نشأ في الأسرة بتاعته. ده أول طفل. ده بتكون مراهقته برضو صعبة جدا، اللي هو بتيجي الأم عليها فترة اللي هو خلاص مش عارفة تعمل معاه إيه، بيبقى اعتمادي جدا، شخصية اعتمادية. وده كمان بيبقى مرهق في مراهقته، وبعد كده لو حتى ما بيتجوز والكلام ده بيبقى برضو تعبان في حياته. ده هيبقى طبع بقى. طبعا بيبقى نمط، وده نتيجة التربية اللي هي غير سوية. النمط تاني برضو في الأطفال، الطفل اللي هو المنبوذ في طفولته، ده بيثور في مراهقته. الطفل المنبوذ بيثور جدا. الطفل المنبوذ في المراهقة اللي هو ايه، على طول متعرض للإهانة والتنمر الإهانة، النقد، سواء من أهله، من صحابه، من المدرسة، من المجتمع. ده بيثور في المراهقة، بيبقى دايما عنده عناد، بيبقى عنده مشاجرة، بيميل دايما للعدوانية. ايوه، النمط ده في الطفولة اعرفي ان هيبقى متعب في المراهقة. ده برضو بيكون اللي هو عنده بيحصل له مشاكل نفسية كتير، اللي هو الطفل المنبوذ ده اللي هو اتعرض زي ما انتي قلتي لي كده للتنمر. عندي برضو الطفل اللي هو بيكون مجروح نفسيا، اللي حصل له مشاكل نفسية، زي مثلا اتعرض للتحرش، التحرش الجنسي. ده برضو لو طفل اتعرض لتحرش جنسي بتبقى مراهقته صعبة قوي، لان التحرش بيعمل له اوريدي صدمات. بالنسبة كمان برضو للطفل اللي عاش في خلافات أسرية، الطفل اللي نشأ ما بين أم وأب على طول خلافات، مشاكل، ده برضو بتكون مراهقته صعبة جدا جدا جدا. الطفل اللي اتربى على إن هو شايف الخلاف ما بين الأم والأب بيطلع مترقب للصدمات، مبقاش عنده أمان، بيبقى عنده تعلق غير آمن في حياته. كمان الطفل اللي اتعرض لفقد أحد الوالدين، يعني سواء بالطلاق او الوفاة او كده، بالظبط كده، سواء كان طلاق او وفاة احد الطرفين، ده برضو بيبقى فيه مشكلة، لازم هنحتاج برضو التدخل علاجي. والطفل اللي باباه مسافر مثلا يا دكتور، طبعا غياب الاب، احنا قلنا غياب الاب بشكل عام بيتعرض برضو لنفس المشكلة، اللي هو بيبقى بيتعرض لنوع من الفقد، ده بيكون مجروح نفسيا. اصعب نوع ممكن الطفل اللي تكون مراهقته صعبة في الانماط دي كلها، الطفل اللي بيتعرض لصدمة نفسية زي العنف، التحرش، خلاف الطرفين، الام والاب دايما باستمرار، او عموما الخلافات الاسريه بشكل عام، او لو كان مثلا بيتضرب من احد الوالدين او من حد، بالظبط كده، يعني اللي هو خلاص يعني الضرب او الالم ده عمل له اوريدي الم نفسي، بيطلع هو بقى كمان في المراهقه بيضرب ويبقى عنيف، بالظبط كده. بتطلع مراهقته صعبه جدا جدا جدا. ده برضو بتبقى بنتنبأ انها تبقى المراهقه بتاعته
مش افضل حاجه، يعني مش افضل حاجه. بس بعد المراهقه ما بتعدي ممكن يتغير ولا بيفضل النمط برضه؟ والله ده برضو حسب ايه اللي هو القرار بقى اللي في الاخر. زي ما قلت لك هو في 3 مراحل، الاولى والثانيه والثالثه. الاولى عدت، الثانيه عدت بسلام، الثالثه خلاص كده احنا وصلنا للنضوج، والناس النضج هو اللي بيختار بقى طريقه. بالظبط كده، هو اللي بيقدر ان هو يوصل بشكل عام انا هوصل لايه. دي مراحل المراهقه. اما بقى بالنسبه للاطفال زي ما قلت لك ان في طفل الانواع دي اللي هو هتكون مراهقته صعبه، باين ان ده هيكون حالته مش افضل حاجه. والطفل برضو اللي هو اللي اتربى على القسوه، اللي اتربى على العنف من الوالدين، اللي هو ايه، اوامر، تحكم، نقد، اللي هو اتربى على ال3 حاجات دول. اوامر، لازم اللي هو افعل ولا تفعل، ده برضو بتكون مراهقته صعبة جدا. ده بيتعرض برضو لأزمة برضو في المراهقة، تبقى أزمة جدا. وزي ما قلت لك إن المراهقة بتاعتنا هي رحلة بحث عن الذات، هو بيبقى الطفل بيكبر فيها أنا بدور على نفسي، وزي ما بيتعامل من الأم والأب بنشوف الرياكشن بتاعه في المراهقة. ده رد الفعل بقى في المراهقة بالظبط كده، رد الفعل بتاعه في المراهقة. ولذلك كده أنا دايما بطلب من الأم ان لما تكون في ازمه ما بينها وما بين بنتها، او ما بين الام وما بينها وما بين ابنها، لازم تلتزم ب3 حاجات اساسيين. اول حاجه الهدوء. يعني تيجي مثلا الام تقول لي انا بنتي شتمتني، انا برد عليها في الجلسه اقول لها مش هتردي عليها خالص. هتقول لي ازاي؟ طب انا كده هبقى ضعيفه، وممكن ان هي تفكر ان انا ضعيفه الشخصيه وممكن يحصل مشاكل. لا، لازم البنت تشوف هدوء امها، لازم البنت تعرف ان مامتها عندها قدرة على التحمل، تظبط اندفاعيتها. ولذلك انا بطلب من الام ان هي دايما تكون هادية حتى لو كانت بتتعرض لضغوط. الام بس؟ الام لا، احنا لسه هنيجي تاني لدور الاب، يعني الام والاب الاثنين بيكملوا بعض طبعا. هل احتياج المراهق بيختلف من بنت الولد؟ وهل المسؤولية بتكون اكبر على الام ولا على الاب؟ تمام. هو عموما يا هدير في اختلاف ما بين احتياج البنت وفي اختلاف ما بين احتياج الولد، في اختلاف نسبي. بس خلينا متفقين ان الاحتياج للاتنين واحد، قائم على 3 اسس. يعني للولد هيحتاجه، البنت هتحتاجه، بس ده بشكل مختلف، والولد كمان برضو بشكل مختلف. خلينا نقول ان الاحتياج قائم على الاحتواء والامان والفهم. يبقى الاحتياج قائم على 3 اسس لازم تبقى موجوده للبنت وموجوده للولد. طيب انت قلت لي السؤال انه مين المسؤوليه الاكبر على مين، الاب ولا الام؟ طيب خلينا اقول لك ان البنت المراهقه محتاجه ايه، والولد المراهق محتاج ايه. البنت المراهقه محتاجه للام ولا للاب؟ طب الولد المراهق محتاج اكتر للولد ولا الام؟ تعالي هقول لك بقى، اشرح لك الموضوع ده كده بسرعه علشان نقدر نحدد ابعاده النفسيه. البنت محتاجه للام وبعد كده تحتاج للاب، اما الولد بيحتاج للاب وبعد كده بيحتاج للام. طيب البنت بتحتاج للام اول حاجه علشان هي دي اللي هتديها احساس بالامان، هي دي اللي هتديها الامان العاطفي، هي اللي هتسمعها. بيكون في مسافه امنه ما بين البنت ومامتها، لان طبعا في فتره بيحصل فيها تغيرات. مين المفروض اللي بيفهم البنت؟ ماما، على اساس ان مثلا تغيرات الجسمانيه والحاجات دي كده. بالظبط كده. فبتبقى البنت محتاجه للام اولا، بعد كده مين اللي بيعمل لها الكومبليتلي بقى التكميل في الشخصيه؟ بابا اللي هو في اخر المرحله بتاعت المراهقه. لا عموما ان الام والاب، بس البنت بتحتاج اول للام وبعد كده للاب. اما الولد بيحتاج للاب اول وبعد كده بيحتاج للام. ايوه. طيب الولد بيحتاج للاب علشان بيكون الهويه الذكوريه، يعني بيكون شخصيته. فبالنسبه له الاب بيكون نموذج، الاب بيكون نموذج. يعني الولد طول ما شايف باباه مثلا عصبي هو اوريدي بيكون عصبي، شايف باباه بيصلي هو هيصلي، شايف باباه ملتزم في صلاته بيقرأ قرآن، الجانب الدين عنده كويس، هو هيطلع زيه بالظبط. فعشان كده بقول ان الولد في الفترة دي بيحتاج الاب علشان تكوين الهوية الذكورية بتاعته. طيب البنت بتبقى محتاجة من ماما ايه؟ مساحة آمنة، محتاجة ان ماما تسمعها مش تديها حب. فاحتياجها للأم محتاج مساحة ايه؟ آمنة. طب تعالي نقول احتياج الأم من بنتها برضو بيبقى فيه احتياج للاتنين، لازم هما الاتنين يكونوا ايه؟ في مشاعر، يعني نكون حاسين ببعض. ده رقم 1. رقم 2 ان برضو ان الاب هو اللي بيدي الثقة
للبنت. يبقى البنت بتجيب ثقتها في نفسها من مين؟ من باباها، من الاب. من الاب. برضو البنت بتكون صورة عن الراجل من خلال مين؟ الاب. بابا. يعني البنت لو كبرت لقت باباها كويس محترم، علاقته مع مامتها كويسة، بقت صورتها عن الرجولة أو مفهومها عن الرجولة كويس جدا. وعن الحب، يعني احنا بنشوف النماذج اللي هو بالظبط. ساعات بيقول ان انا خدت واحد شبه بابا، تبقى بالظبط كده، بالظبط كده، اللي هو ايه، انا كتير بقعد مع بنات تقول لي انا مش عايزه اتجوز واحد زي بابا، لان هي كده كونت صوره وحشه عن مفهوم الرجوله. ما هي بتقول كده بس بتاخد برضو واحد شبه بابا. ما بيبقاش شرط، ما بيبقاش صعب. وفي الاخر ان هي خلاص يعني، عشان كده انا دايما بقول لازم الاب يكون موجود في حياه البنت، بحيث انه يوصلها لمرحله امنه، اللي هو خلاص توصل لمرحله اللي هو ايه، انا ما فيش حد يقدر ياثر عليا في حاجه، فانا بابا مشبعني حب، مشبعني حنيه، مشبعني امان. فلذلك انا دايما بقول ان البنت محتاجه ام واب في حياتها، بس البنت بتجيب ثقتها في نفسها من ابوها. ابوها هو اللي بيديها لها. يبقى الولد بيجيب ثقته من نفسه من مين؟ من ابوه، لان الاب هو اللي بيدي الهويه الذكوريه، بيقدر يكون الشخصيه بتاعته من خلال مين؟ الاب. ولذلك كده ساعات كتير بيجي لي مثلا في الجلسات، ممكن ان انا اكون قاعده مع بنوته افضل ارجع للماضي للماضي للماضي، صورتها مشوشه عن الرجوله، ما هي ماهاش عارفه يعني ايه راجل، مش فاهمه يعني ايه. فاصبح ان دي لما بتكون زوجه بيقع منها حاجات كتير جدا. عشان كده انا دايما بقول ان البنت محتاجه الام وبعدين اب، والولد محتاج لاب وبعدين ام، علشان الصوره الذكوريه تبقى موجوده في حساباته. برضو الولد محتاج نموذج، محتاج قدوه، محتاج يكبر يلاقي نموذج قدوه. طب في بعض الاوقات بقى بتجيني مثلا بيشنت، نعرف ان الاب متوفي. طيب الولد هيكون مفهوم الذكور منين؟ هيكون الهويه الجنسيه ازاي؟ هيكون الهويه الذكوريه ازاي برضو؟ فدايما بقول لها احنا هنا بنحتاجين تدخل من الخال او العم، بحيث ان الولد يكبر في سن معين، خلاص انا شايف نموذج راجل قدامي، هبتدي ان انا ابص له. لا لازم نستعين بحد من لازم نستعين، بس اهم حاجه ان الاب يكون موجود في حياه البنت، بحيث ان ما يبقاش ايه اللي هو الاب موجود جسديا ولكن غايب عننا، اللي هو موجود معانا. دايما انا الصراحه بشوف البنات اللي لهم شخصيه قويه كده، دايما الاقي ان ما شاء الله والدهم بيبقى مدعمهم. طبعا مفيش بنت عاشت مع راجل عطيها الامان وتلاقيها مثلا لها علاقات. ايوه. تلاقيها بتخاف من حاجه، لا فبابا مشبعها ثقه، بابا مشبعها حب. ولكن غياب الاب عاطفيا بيأثر جدا 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 عن البنت، بتلاقيها عندها صوره مشوشه عن الرجوله، ما بتبقاش فاهمه هو يعني ايه راجل. هي بتبقى بتدور على الراجل في حياتها، فتلاقيها بتعمل علاقات كتير عشان بتدور على الذكر ده في حياتها. عايزه الاقي الامان، هي ما لقيتوش في بابا، فبتبتدي تدور في مين؟ في بره شخص تاني. بالظبط كده. عشان كده بقول ان وجود الاب شيء مهم جدا، ما يبقاش الاب مقتصر على حاجتين، يبقى موجود بس في العقاب او موجود بس في نقطه ايه، الفلوس او بيدي فلوس. يعني في مثلا واحده اقول لها ايه مفهومك عن بابا، تقول لي فلوس وعقاب. هو في رجاله بتقول على نفسها كده يا دكتور، اصلا ده في راجل بيقول انا الATM في حياه ولادي. دي مشكله. دي مشكله، انت عارفه دي لما تكبر وبتكون زوجه بيكون ناقصها حاجات كتير جدا. انا بشوف ستات كتير قوي 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 اللي هو بتفضل تقعد تعيط، اللي هو مش فاكره طفولتها او حياتي مع بابا وحشه او كان بابا وحش، فبالنسبه لها اخذت صوره ذاتيه عن الرجوله وحشه، ده بيسبب لها من جواها ازمات نفسيه كتير. اكيد. طب يا دكتور، هل المراهقه ليها اشكال؟ يعني ايه اشكال المراهقه اللي بيمر بيها كل مراهق؟ هي المراهقه فعلا ليها انماط معينه. لو كل فهمت اشكال المراهقه اللي ممكن ابنها او بنتها يعدوا بيها، بتكون مرحله سهله جدا، بتكون مرحله بسيطه، لان مرحله المراهقه هي تعتبر اخر حجر احنا بنحطه في شخصيه ابني او بنتي. في انماط للمراهقه، عندي 4 انماط. في عندي مراهقه متكيفه اللي احنا بنقول عليها اللي هي ايه، مرحله سويه،
اللي هي المراهقة السوية دي بتبقى لذيذة كده وبسيطة، بتعدي بكل سلاسة. بيكون فيها المراهق هادي بشكل ما، بيكون هادي نسبيا، بتبقى اتجاهاته مش سلبية نوعا ما، بتكون إيجابية، بيقدر إن هو يعبر عن رأيه بطريقة كويسة. يعني بتبقى مرحلة لذيذة كده، بتبقى فيها توافق. في بقى مرحلة تانية اللي هي المرحلة اللي هي الانطوائية، بيبقى المراهق بتبقى احنا بنقول عليها المراهقة الانسحابية، اللي فيها الانطوائية بتبقى بنسبة عالية شوية، بيكون اعتقد فيها في عزلة. البنات اكتر دي ولا ايه؟ والله في الطرفين برضو. بتبقى موجودة في الولاد وبتبقى موجودة في البنات. مم. بتكون فيها عزلة، تلاقي كده البنت او الولد اخدوا جنب مع نفسهم. اصل انا مريت بالفتره دي فانا بفتكر كلامك. بيبقى في عزلة، في انسحاب، بيبقى خايف ان يكون في علاقات اجتماعية، ما بيبقاش عارف يكون صداقات. طبعا كل مرحلة ليها أعراضها. طيب المرحلة اللي هي بتاعة المراهقة الانسحابية أو المراهقة الانطوائية، هي بتبقى مرحلة صعبة جدا، لأن هو المراهق بيتقوقع حول نفسه كده، اللي هو إيه، مكتفي بنفسه، مش عارف يعمل علاقات اجتماعية، بيبقى تكيف اجتماعي مريض، ما بيبقاش قادر إن هو بيكون ليه صداقات. بس على حسب شخصية برضو الطفل أو الشخص. طبعا زي ما قلت لك إن الطفل بيبان مراهقته هتكون ازاي. يعني لو هو مثلا هو صغير برضو انطوائي او مثلا مش بيحب يلعب كتير او مش اكيد هيبقى مثلا هياخد الشكل ده في المراهقه. بالظبط كده، زي ما انا قلت لك ان الطفل اللي بيكون مجروح نفسيا بتكون مراهقته صعبه. الطفل اللي بيكون عنده مثلا اضطرابات نفسيه زي القلق، الاكتئاب، بيكون عنده اضطرابات نمائيه زي ADHD، بيكون عنده صعوبات تعلم، ده بتكون برضو مراهقته صعبه جدا، لان بيكون عنده تدني وضعف في الثقه بالذات، الثقه بالنفس. بالظبط، هي دي المشكله. هنرجع لموضوعنا تاني اللي هي المراهقه الانسحابيه. زي ما قلت لك بيكون فيها انسحاب، الطفل المراهق بينسحب عن كل اللي حواليه، بيكون في عزله. طيب ازاي نعالج المراهقه الانسحابيه او الانطوائيه؟ بيكون ليها تدخل علاجي. بتكون بقى اللي بيكون فيها المراهق او المراهقه محتاج، نقدر نقول كده بشكل عام، دعم واحتواء نفسي، بلس كمان محتاج الامان، محتاج ان هو حد يطمنه اكتر. عندنا بقى ثالث نوع من المراهقه، وهي المراهقه انا بسميها المراهقه العدوانيه. دي بقى بنحطها بين قوسين، دي فتره التمرد. المراهقه العدوانيه بتبقى فتره التمرد، بتبقى صعبه شويتين. ليه بقى؟ لان المراهق بيرفض السلطه فيها، بيبقى رافض كلام ماما وبابا، اللي هو ما حدش يمشي كلامه عليا، انا ليا رايي، واخرج براحتي واجي براحتي بالظبط كده بيرفض فيها السلطه. زودي عليها كمان بيكسر القوانين. طبعا تحدي الوالدين، بيتحدي فيها الام والاب بشكل فظيع، وتحدي كمان المدرسين. لا ده المدرس ده قال لي حاجه، انا ازاي هو يقول لي كده، ازاي هو يعمل لي كده؟ دي المراهقه العدوانيه، يطلع منها بقى الولاد الاشقياء في الفصل وكده. بالظبط كده، بيبقى بقى فيها نسبه التمرد عاليه جدا. طيب ده بيحتاج ايه بقى؟ بيحتاج حدود واضحه. لازم ان المراهق يتحط له حدود واضحه نمشي عليها. يعني انا لما بشتغل مع مراهق وبيكون مراهق عدواني، لازم احط حدود واضحه في الخطه العلاجيه. مين بيمشي عليها؟ الام والاب، بخطه معينه بنقدر ان احنا نوصل المراهق بحقيقي لحته كويسه. رابع نوع من انواع المراهقه، ودي بالنسبه لي من اسوأ انواع المراهقه اللي ممكن حد يعيشها، وهي المراهقه الجانحه. لان دي الجانحه بتكون عباره عن انحراف سلوك، بيبقى سلوكيات منحرفه. هو بيكون فيها بقى ممكن يشرب فيها دراكس مثلا، يقدر ان هو يتجه اتجاهات كلها سلبيه. برضو نفس الكلام، بيكسر القوانين بس بشده بقى، بيرفض كلام برضو الوالدين، كسر السلطات، عناد بشكل فظيع. دي بقى بتكون محتاجه تدخل علاجي وتدخل دوائي، لان دي من اصعب واسوأ انواع المراهقه. طيب يا دكتور، ايه الاخطاء اللي احنا بنقع فيها واحنا بنتعامل مع المراهق كاهل يعني؟ المشكله ما بتبقاش في المراهق نفسه، المشكله في طريقه التعامل معاه. احنا بنتعامل ازاي مع المراهق؟ يعني انا عندي مش مهم هو ايه، بس المشكله احنا بنتعامل معاه ازاي. يعني انا من واقع الجلسات النفسيه اللي انا بشتغلها مع المراهقين ومع الام والاب، احيانا انا بسيب المراهق شويه وبركز على ايه؟ على الام والاب في التعامل. المشكله الاساسيه اللي انا شفتها ان هي افعل ولا تفعل، اعمل ده وما تعملش ده، اللي هو اوامر. انا بدي طول الوقت اوامر 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 بدون ما هو فاهم هو الاوامر دي بتاعت ايه.
لازم ان انا قبل ما امنع حاجه عن المراهق لازم يكون في حوار. يعني لازم قبل ما امنع حاجه عن ابني او بنتي لازم اقعد اعمل حوار كبير وافهمه هو انا منعت ده عشان ايه او انا همنع ده عشان ايه. لان الحوار بيخلي المراهق يفكر، فلما يفكر هيقدر يختار. اما لو انا جيت لوحدي وجيت منعت فهو مش عنده فرصه اصلا ان يفكر ولا يختار. دايما التركيز على الغلط، انا شايفاه طول الوقت بيعمل غلط، شايفاه طول الوقت بيعمل كل الاخطاء. لو عمل حاجه صح انا ما بقولش عليه، مش بشجعه. بالظبط كده، اللي هو طول الوقت انت غلطت انت غلطت انت غلطت، ده ما ينفعش. نقد 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 على طول. خلاص هو يوصل لمرحله اللي هو ايه، انا زهقت، اللي هو انا مش قادر اكمل. فدايما انا بقول ان الام والاب لما يحطوا حدود واضحه للتعامل مع ابنهم او بنتهم هم بيرتاحوا. يعني خلاص انا عارف ان ده ما ينفعش. من زمان وهو حاطين حدود واضحه في التعامل، خلاص هو بقى مدرك ان في عندي نقاط معينه ستيب باي ستيب انا ماشي عليها. وحضرتك قلتي فعلا نقطه مهمه ان انت بتركزي على الام والاب يمكن قبل المراهق، لان هو ساعات الاب والام بيبقوا شايفين ان الطفل لو اتمرد عليهم زي ما حضرتك قلتي قبل كده ان هو بياخد منه السلطه بالظبط. الابويه وان هو مش عارف ايه، بالظبط كده. خايف من الحته، يعني عنده خوف، الاب عنده خوف من ان ابنه مثلا هو اللي يتحكم فيه بعد كده. بالظبط كده، اللي هو ايه، خلاص دايما الولد العنيد او البنت العنيده المتمرده بتبقى شافت سلطه ابويه من باباها بقسوه، شافت السلطه الابويه فيها قساوه. فكل ما كان الاب قاسي كل ما كان في قساوه البنت او الولد عاشوها بيكون في عند اكتر. يبقى احنا هنحط قاعده ان القساوه بتساوي عند اكتر، بتساوي مقاومه وعنف اكتر، كمان. عنف كمان. يبقى طول ما البنت عاشت في قساوه هتلاقي في عند اكتر، في تمرد، في زياده تمرد. في نقطه كمان مهمه جدا، النقد. لازم النقد برضو يبقى بشكل اهدى شويه. دي في الاخطاء اللي انا بشوفها. لو كل حاجه بتتقدم بحب يعني بالظبط وعطف كده. في نقطه كمان انا لاحظتها كمان، الا وهي السوشيال كونفرزيشن، اللي هي المقارنه، اللي هو طول الوقت بنت خالتك بنت خالتك احسن منك، بنت عمك احسن منك، صاحبتك افضل منك. نفس الكلام مع الولد، هو صحابك احسن منك. شوف ابن خالتك، شوف ابن خالك. المقارنه برضو بتعمل غيره جدا طبعا، بتعمل انانيه طبعا، بتعمل مشاكل، بتقلل على فكره في الثقه في النفس برضه، بتعمل مشاكل. دي الاخطاء اللي دايما انا لاحظتها واحنا محتاجين ان احنا ما نركزش عليها. بلاش احسس ان المراهق ان انت ما ينفعش تكبر، انت ما كبرتش، انت لسه طفل. لا دي مشكله. لان المفروض ان انا اتعامل مع المراهق ان انا احط له حدود واضحه، احط له مسؤوليات، دايما امدحه، انا عارفه ان انت قدها. يعني مثلا بحب تغيير طريقه السؤال. بدل ما تقولي لبنتك ازاي انت عملت كده، اقول لها حسيتي بايه وانت بتعملي ده. فلما احنا بنغير طريقه السؤال الدنيا بتبتدي كده. فالاخطاء دي بلاش ان احنا نقع فيها، ان احنا نركز دايما على الغلط، ان انا دايما شايفاها صغيره ما ينفعش تغلط، او شايفاه صغير ما ينفعش يغلط. لا، دايما ان انا اعمل حوار ما بين الام والبنت. لما بيكون في حوار الامور بتكون افضل كتير. وغياب الاب ده برضو مشكله. يعني في كتير شفت ان الاب ما يبقاش موجود، فجأة بقى يحصل موقف تقوم ماما مدخلة بابا تعالى حل المشكلة. أصبح إن دور الأب مقتصر على المشاكل، على العقاب بس. إحنا محتاجين من بابا فلوس، أصبح إن دور الأب مقتصر على الفلوس. أصبح إن هنا في غياب الأب. فلما بيغيب الأب في بعض النقاط أو في العموم بشكل عام ده بيأثر على المراهق، اللي هو أنت أصلا مش موجود، هو انت اصلا بتعملي ايه؟ خلاص هو بيحضر وقت العقاب وبعد كده بيختفي، او بيحضر وقت النقد وبعد كده بيختفي، او بيحضر وقت الفلوس وبعد كده كمان بيختفي. هي دي الاخطاء اللي يعني احنا لازم نخلي بالنا منها. الدور الام والاب مش سهل ابدا على فكره في لا خالص، دور الام يعني والاب فعلا ولازم توعيه على فكره، لازم كبير توعيه طبعا. ولازم كل ام تفهم ابنها وبنتها هم محتاجين ايه. هو انا بنتي عاوزه ايه، هو انا ابني محتاج ايه. دي برضو نقطة مهمة جدا، لان هو الاحتياجات مش احتياجات اللي هو خلاص احنا هناكل وهنشرب وجبنا اللبس يبقى كده الاحتياجات خلصت. لا، البنت بتبقى ليها احتياجات والولد ليه احتياجات محتاجينها من خلاص من الاهل، من الام والاب. في كمان
نقطة مهمة أحب أضيفها، اللي هو غياب الأب عاطفيا بالنسبة للبنت بيأثر، وغياب الأب عاطفيا بالنسبة للولد بيأثر. غياب الأب عاطفيا بالنسبة للبنت بيخليها تلجأ لعلاقات متعددة. غياب الأب بالنسبة للولد بيخليه بيتكون عنده صورة مشوشة عن الرجولة، تخليه دايما اللي هو بيبحث عن الأمان. زي ما قلنا إن المراهقة هي رحلة يفضل يدور فيها عن نفسه، بيبحث فيها عن ذاته، بيفضل يدور على الأمان. إن لقى في البيت تمام، هتبقى أيام كويسة. إن ما لهوش في البيت، البنوتة بتفضل تدور عليه بره، والولد بيفضل يدور عليه بره. طب قولي يا دكتور، هو طبعا عارفه ان حضرتك بتعملي الثيرابي سيشنز عندك في المراهقين كده في المكتب كده بعمل جروب ثيرابي للمراهقين. طب بيجي لك ازاي؟ يعني مين اللي بيبدا الاول يجي لك، الام والاب ولا المراهق نفسه ولا مين اللي بيجي؟ بصي، هو السؤال ده حلو جدا، لان في مراهقين كتير بيبقوا رافضين ان هو ازاي تقولي ان انا اروح جلسات نفسيه، ازاي ده يحصل؟ لا خالص. هي الفكره ان الام والاب بيبقى عندهم ثقافه اللي احنا خلاص بقى احنا محتاجين تدخل علاجي، محتاجين تدخل. يعني هم اللي بيبداوا يكلموا حضرتك الاول عشان المشاكل دي؟ بالظبط كده، اللي هو خلاص هم ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه. وانت بتقنعي المراهق بقى ازاي؟ لا خلاص، هو من اول جلسه خلاص هو ما يشوفك هيقتنع. احنا بنستخدم علاجات معينه في الجلسات، زي علاج المعرفي السلوكي. بنستخدم كمان الاكت، بنستخدم انواع معينه من العلاجات. لا بتجيب نتيجه كويسه جدا حقيقي مع المراهقين، وبيوصلوا لحته كويسه. جروب ثيرابي ده بيبقى يعني كم مراهق قاعدين مع بعض؟ بيبقى من 3 ل 6 افراد. حلو جدا. بنتناقش بقى فيه ازاي يفهموا مشاعرهم، ازاي يشتغلوا على نقاط الضعف بتاعتهم، يطلعوا نقاط القوه بتاعتهم. هم يعني مثلا لو هم 6 افراد بيبتدوا يتناقشوا مع بعض، بيقدروا يوصلوا لحته اللي هو انا قلت معلومه وانا قلت معلومه وانا قلت معلومه، اصبحوا ان هم قدروا يعبروا عن مشاعرهم. في نقطه مهمه كمان، ان لازم ان احنا نخلي المراهق يعرف يعبر عن مشاعره، يبقى عنده القدره عن ده. يعني في بنوته بتجيلي عندها المراهقه، فتره المراهقه بتاعتها انسحابيه، يعني عندها انطوائيه. انا بعلمها ازاي يبقى عندها قدره ان هي تعبر على مشاعرها، يبقى عندها باور ان هي تتكلم، ما تخافش، ما تقلقش. لان القلق والخوف بيبقى اساسه برضو تربيه غلط. فاحنا دايما بنعمل كل حاجه بحيث ان احنا نوصل لمرحله مراهقه سويه. جميل قوي ما شاء الله. طب ختاما كده، يعني طبعا الكلام معاكي ما يعني مش عايزينه ينتهي والله، خصوصا في موضوع مهم زي ده. يمكن الواحد يعني وانا بكلمك كده طبعا، يعني ان شاء الله مقدما في يوم من الايام هيبقى عندي ابن مراهق ان شاء الله، ولازم ان احنا يعني نبدا من دلوقتي، نبدا نتوعى من دلوقتي وهم لسه صغيرين كده. زي ما قلت لك يا دير، ان الطفوله احنا بنقدر نتحكم فيها بحيث ان احنا نوصل لمراهقه سويه. ان الطفل قدر ان تكون طفولته سويه، بالتالي هتكون مراهقته حتى لو فيها شويه دروبات، بس نوعا ما هتكون مراهقه سويه ان شاء الله باذن الله. انا عايزه حضرتك بقى يعني لو تحبي تبصي للكاميرا وتنصحي بقى كل ام واب شايفينك دلوقتي. تمام. المراهق مش محتاج اهل مثاليين، هو محتاج اهل فاهمين سامعين. المراهق محتاج يتعلم بالمشاعر والمواقف اكتر من الكلام. محتاج هدوء للأم، محتاج احترام، محتاج طريقة يقدر يعبر بيها عن غضبه. كل دي رسائل غير مباشرة. اسمعوا المراهق مش تحققوا معاه. المراهق محتاج أذن مش محتاج محكمة. السؤال الصح لازم دايما أغير فيه. المراهق محتاج بدل ما أقول له إزاي أنت عملت كده، أقول له قول حسستني بإيه أو قول حسيت بإيه. بلاش المقارنات، المقارنة دايما بتكسر الثقة، بتزرع الجيرة، بتزود العدوان. سيبوا للمراهق مساحة استقلالية، بلاش تحكم زايد. قبل ما امنع حاجة لازم حوار قبل المنع، الفهم قبل الحكم. لازم احط حدود واضحة، لازم اسمع المراهق مرة واثنين وثلاثة وعشرة. لازم اعرف ان اختيار الحوار هو اللي هيخلي المراهق يفكر ويقدر ان هو يختار ويبقى عنده قدرة ان يتخذ القرار. الاوامر الكتير بتدي مقاومة اكتر، بتعمل مقاومة اكتر للسلطة. فالنصيحة اللي انا باكد عليها ان المراهق مش محتاج اهل مثاليين، المراهق محتاج اهل فاهمين وسامعين. شكرا جزيلا وشكرا لحضراتكم، وان شاء الله دايما في حلقات مفيدة في بودكاست.